لما سبت مصر وانا عندي 7 سنين كنت فاكرة ان بابا هياخدنا يومين ونرجع. اتاري اليومين جروا 21 سنة. فجأة شكلي اتغير، بقيت أنثى متمكنة الأنوثة، ودماغي اتغيرت، وثقافتي اتغيرت، وكل حاجة اتغيرت فيا. وفاكرة ان انا قال ايه هنزل الاقي مصر زي ما هي. فالطفل اللي جوايا اللي عنده 7 سنين عايز اللعبة بتاعته، عايز حاجته، عايز بيته، عايز ناسه واصحابه وجيرانه، عايزهم هم. عشان هو ما كانش عايز يسيبها اصلا يعني، بس بابا مشي فلازم امشي معاه. انا عندي 7 سنين، فممكن ارجع بقى اخد حاجتي زي ما هي. مش عايزة تبقى احسن، انا عايزاها هي عشان انا بحبها زي ما هي. فلقيت كل حاجة مش هي. كل حاجة متغيرة، شكل الحاجة، نفسية الناس، شكل الناس، بنيان جسم الناس، مشيتهم، كلامهم، نظراتهم، اهتماماتهم، نفسيتهم، صلة الرحم، الثقافة الغريبة الجديدة اللي غزت دماغهم، حالتهم النفسية طبعا، لغة جسدهم المفضوحة المفهومة جدا. آه، اتغيرت قوي. فالطفلة اللي جوايا مش راضية خالص بالوضع ده. ومفروض من النجاح انك تتقبل التغيير، بس مش التغيير ده مش التغيير ده اللي الواحد يتقبله. فهي عمالة تكلمني دلوقتي تقولي هلو، انت كبرتي، انت ما بقيتيش الطفلة اللي عندها 7 سنين، انت بقيتي امرأة عندها 30 سنة. وواصلة من العلم والخبرة يعني الامكانيات اللي يصلح ان انت تساعدي. لازم تعملي حاجة، رجعي حاجتك زي ما كانت. طيب ارجعها ازاي زي ما كانت؟ والموضوع involves او جواه ناس. ما هي لو جت على مثلا بيت ولا عفش ولا حاجة ممكن الواحد يتصرف، لكن دول نفوس ناس، هترجعيهم ازاي زي الأول؟ استخدمي معاهم ايه بقى؟ الحكمة، الصبر، الصوت العالي، الزعيق، استفزيهم، انتقديهم، خليهم يعيطوا، خليهم يستغربوا، خربشي مشاعرهم شوية، لخبطي تفكيرهم شوية، قولي لهم معلومة صح وبعدين معلومة غلط عشان يحاولوا يدوروا ايه الصح. ايه الصح في المعاملة؟ ما انت عارفة انه في القرآن ومأمنة بكده انه النفوس، مش بمعنى النفوس مش هتتغير غير لما هم يطلبوا ان هم يتغيروا بإرادتهم. انت شغلك بقى تشتغلي على إرادتهم، تصحيها عشان خاطر يتغيروا، عشان يرجعوا زي زمان ويلعبوا معاكي ويبقوا كويسين وطيبين ومفيش مصالح ومفيش كذب ومفيش نفاق، مفيش وساخة ومفيش تحرش ومفيش طمع ومفيش سرقة. تعملي معاهم كده ازاي؟ فده literally الحاجة اللي أنا عايشة فيها دلوقتي طول الوقت، على مدار ال24 ساعة في ال24 ساعة. لأن المسؤولية خلاص دخلت إيدي، خلاص بقيت دخلت فأنا بس حبيت أشارككم الشعور ده، وأنا مي بقى دي الطبيعية يعني، من غير أي نوع من أنواع الأداء. فالحاجة اللي بدأ بيها بالبلدي كأنه إن يا رب يطلع الحاجة من لساني تدخل فعلا في ودنكوا. هي طالعة من قلبي على لساني، من ودنك على قلبك، تفيدك. سلام.